السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. الرحمة والمغفرة لكل شهداء الوطن، وربنا يتقبل قبول حسن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا إن شاء الله يرحم كل من استشهد في سبيل الله. وتحياتنا لأهلنا في الجزيرة، مناطق من حولها، مناطق البطانة. ربنا يتقبل الشهداء. سامعين وشايفين الميديا برضو ضجت، حتى نشطاء الميديا الناس ضاجة، الناس بتخون. يا جماعة الدعم السريع ده ماليشيا دي، ده الديدنة حقتها، ما الشغل ده ما جديد، ما جديد تماما. الشغل ده ما جديد. كونه يدفنوا الناس أحياء، يسوقوا الناس، دي ديدنة الدعم السريع، ديدنة الانتماء بتاعت الدعم السريع. ما يسمى بالمشروع العربي مشروع جهينة، وده مشروع اللي بتقوده ميليشيات الدعم السريع. شيء ده ما جديد. نفس السيناريو اللي اتطبق في جنوب السودان شاركت فيه نفس الإثنيات، نفس الإثنيات شاركت في عبادة الجماعية في دارفور، نفس الإسناد الآن بتبيت الشعب السوداني. والمشروع العربي ده ما جديد. المشروع العربي ده وراءه الدول، وراءه الأحزاب السياسية. الشعب يبات. الحل هو الناس تتسلح. أنا سامع الإدارات الأهلية بتاعت المسيرية، واحد منهم مرق يتكلم، قال بيتكلم أن الشكرية ليه دقوا النحاس. دقوا النحاس عشان منو؟ دقوا النحاس عشان الجنجويد. أنت دار تدق النحاس عشان تواجه الجنجويد، دق النحاس. ما دار تدق النحاس، انتوا جزء منكم اتمرد، في قبائل اتمردت، ادارات اهليه اتمردت ضد الدوله دي، واقفه مع الماسونيه الدوليه. كلام لازم يكون واضح. ورسالتنا لاخواننا في الميديا، الحرب حرب. الحرب دي ما فيها اثنين ثلاثه، ما فيها اثنين ثلاثه، ما فيها انه كيكر يستسلم ليه. الناس هيبيدوا الناس. كلام لازم يكون كلام واضح. الناس تواجه الناس ديل، ما قصه انه جيشكم وينه. جيشنا موجود، جيشنا الان شغال قاعد يحرر القرى اللي حسي علينا. الناس اللي بيبيدوها دي القرى دي ناس مسيطرين عليها قبل سنه، ما شغل جديد، ما خشوها امس. ناس لما فشلوا في الدندر، فشلوا في السوكي، فشلوا في جبل مويه، فشلوا في بحري، فشلوا في الكدرو، فشلوا في ام القرى، فشلوا حتى في السوق العربي جوا. كويس. وخروج كيكل كان قاصر الظهر بالنسبه لهم، عشان كده بيبيدوا الشعب ده. القرى دي ما خشوها جديد. الناس لازم تضبط خطابها يا جماعه. الناس تضبط الخطاب حقها. الجري حار، كل شيء. الناس تربط قاشة، تواجه الحرب. نواجه الحرب بالتكاتف، نواجه الحرب بكل شيء، نواجه الحرب بالقوة بالثبات. التحية لكم. نحن عارفين الجرح كبير جدا، نقدر الناس، مقدرين الميديا، مقدرين الناس الكلام كله، لكن الناس لازم تثبت. الناس لازم يكون عندها الثبات. ده وقت الثبات يا جماعة. الإهانة أكتر من دي ما في. إهانة أكتر من إهانة المواطنين ما في. ده الثبات. الناس لازم تثبت، ولازم تعرفوا الكلام ده كويس. الناس لازم تثبت. لماذا حجرت 4 مليون نازح في دارفور؟ هل الناس سألوا نفسهم؟ كان في إبادة جماعية أوسع من الهسي حاليا حاصلة دي. ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر. تحياتي لكم. الفيديو ده أمانة في رقبتك. أي محل ما تلقاه تعمل له شير ولايك وديوته واكسبلور في كل حتة. ويا جماعة عندنا قناة موجودة في اليوتيوب اسمها حامد شانل 11. تكتب حامد شانل 11 بتجيك. في قناة موجودة بخط فيها صوري مكتوب عليها بل الجنجويد، ما تابع عليه، ما تابع عليه نهائي. تحياتي لكم.